عيد سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية جميعا، ويا رب ينعاد دايما علينا بالخير والصحة والسعادة. في نصايح كده هنعملها يوم العيد هتفرق معانا شوية عشان ما نحاولش إن احنا نبوظ الدنيا على الآخر، وكمان عشان نتجنب حتة تأنيب الضمير والإحساس إن احنا لخبطنا الدنيا، فالدنيا خلاص كده هنزيد اللي احنا نزلناه في رمضان. ايه هي النصايح دي؟ المعدة بتبقى مجروحة في يوم العيد لأن احنا طول شهر رمضان اتعودنا على لايف ستايل معين، اتعودنا على ان احنا ناكل في وقت معين. فبلاش ان احنا نيجي يوم العيد وناكل الصبح، نبدأ يومنا بوجبة دسمة مثلا أو وجبة تقيلة تعمل لنا مشاكل في الجهاز الهضمي. في ناس بيحصل لها إمساك وناس بيحصل لها إسهال. هنحاول ان احنا زي ما كنا بنكسر صيامنا في رمضان، هناخد كوبايتين مية وهناخد من تمرة ل3 تمرات. هنبدأ برضو ان احنا ندخل الاكل بالتدريج، يعني هنحاول ان احنا ناخد سلطة، هناخد بروتين، وهندخل النشويات بالتدريج تجنبا للمشاكل اللي بتحصل في الجهاز الهضمي في يوم العيد. كمان لما نيجي ناخد حلويات العيد سواء كحك او بسكوت او بتفور، وهسيب لكم سعرات الحاجات دي تحت في الكومنتات، فاحنا بلاش ان احنا ناخدها الصبح، بلاش ان احنا ناخدها على الريق، لان ده بيرفع سكر الدم جدا، بيرفع الانسولين جدا، وبيخزن لنا دهون وبيبوظ لنا الحرق. فاحنا لما نيجي ناخد حلويات العيد ناخدها بعد وجبة دسمة، بعد وجبة فيها بروتين، بعد وجبة فيها دهون والياف، عشان نتجنب ان احنا نرفع سكر الدم بسرعة. فدي تركاية هتبقى حلوة جدا ليكم. وطبعا زي ما اتفقنا دايما مع الحلويات، هناخد من كوباية لكوبايتين مية عشان نقلل برضو من حدة السكر اللي هيرفع في الدم مرة واحدة. نحاول ان احنا بالليل بلاش ان احنا ناخد اي حاجة من حاجات العيد غير الحاجات اللي هي فيها الياف وفيها بروتين كتير. زي ايه؟ فول سوداني، زي الترمس. الحاجات دي فيها بروتين عالي، فيها الياف عاليه، فبرضه هتفرق معانا في الحرق جدا. لو احنا كلنا حلويات بالليل هنصحى تاني يوم جعانين، هنفضل ناكل طول الوقت وهنلقط، ومش هنعرف ان احنا نتحكم في ان احنا نرجع تاني على لايف ستايل بحيث ان احنا نحرق ونمشي على نظام دايت معين. فاحنا ممنوع ان احنا لا نبدأ يومنا بحلويات ولا ان احنا ننهي يومنا بحلويات في العيد. نحاول برضو ان احنا نمشي في العيد، هنمشي ساعة او ساعتين، ونحاول على قد ما نقدر ان احنا نتجنب اي مشروبات غازيه. النصائح دي مهمه جدا هتفرق معاكم. هنحاول ان احنا نرجع للبالانس الدايت بتاعنا العادي خالص، اللي هو 3 وجبات رئيسيه ما بينهم سناك، ونحاول ان احنا نظبط سعراتنا برضو، نحاول ان احنا ما نكترش في كميه الكحك والبسكوت، ولو كترنا نحاول ان احنا نقلل من سعراتنا العاديه عشان سعرات اليوم ده تكون داخل السعرات اللي احنا اصلا المفروض ان احنا ندخلها في اكلنا. نحاول ان احنا نتعامل مع المعده على انها كانت ماشيه على لايف ستايل معين، وبعدين اللايف ستايل ده اتغير، فنحاول ان احنا نتعامل مع المعده بحساسيه شويه عن الاول عشان نتجنب مشاكل الجهاز الهضمي اللي بتحصل يوم العيد. في ناس بيجي لها نزله معويه، في ناس بيحصل عندها امساك، في ناس بيجي لها اسهال من كتر اللخبطه بتاعه العيد.